عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. محمد صالح نجم الكرة العربية وأسطورة من أساطير إفريقيا يقع فريسة للاعب نسور قرطاج بقيادة حنا باع المجبري ليصبح محل سخرية أكبر المواقع والصفحات الإعلامية العالمية وخاصة منها الصحافة السعودية. لم تستفق بعد المنابر الإعلامية المصرية من صدمة الخسارة أمام منتخب تونس بثلاثية بعقر دارهم، ولا زالت التغطية على الهزيمة تحتل جميع منابرهم من أجل فهم الأسباب. تابعونا لفهم جميع التفاصيل في الفيديو هذا، لكن قبل كل شيء ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديد. على طريقة محمد صالح نجم ليفربول الإنجليزي، احتفل عدد من لاعبي المنتخب التونسي يتقدمهم كل من حنا باع المجبري وحمزة رفيع بالهدف الثالث في شباك المنتخب المصري، وهي الاحتفالية التي اشتهر بها صالح منذ سنة 2019 بعد تسجيله هدف أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث توجه لاعب المنتخب التونسي نحو المدرجات ووقفوا على قدم واحدة ووضعوا أقدامهم اليسرى على الساق اليمنى وأغمضوا أعينهم مع تطبيق كفوف أيديهم، وذلك للقيام بوضعية الشجرة الخاصة برياضة اليوغا. وتقليد اللاعب محمد صالح الذي لم يتمكن من التسجيل في مرمى منتخب تونس والاحتفال بطريقته الخاصة يتفاجأ بها ويشاهدها من جانب لاعب المنتخب التونسي، وذلك ما زاد في غضب الجماهير المصرية على لاعبنا الدولي حنا باع المجبري بعد أن تم شتمه منذ بداية اللقاء بسبب التصريحات التي كان قد أدلى بها المجبري منذ سنتين تقريبا، وذلك أثر الفوز على منتخب الفراعنة بنصف نهائي كأس العرب. وقت قال إنه يتمنى يعود يلاقي منتخب مصر في المباراة الفاصلة للعبور لكأس العالم 2022 بقطر. بالنسبة للوقت الراهن نحن لم نتأهل لكأس العالم، هنالك مباراة تنتظرنا، نتمنى أن نلعب أمام المنتخب المصري. هذا التصريح اعتبرته حينها الجماهير المصرية أنه احتقار وتقزيم للمنتخب المصري اللي خلاهم إلى حد اليوم ما يفلتوش حتى فرصة أو إمكانية للثأر من اللاعب حنا باع المجبري. ولكن المجبري في كل مرة يفوز بالمباراة وفي كل مرة يقوم بابتكار أفكار للسخرية من المنتخب المصري وهو الفائز إلى حد الآن. كذلك بسبب حنا باع المجبري وحمزة رفيع سقط محمد صالح قائد منتخب مصر ضحية للسخرية السعودية، حيث تداولت الحسابات السعودية عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي صورة للاحتفال المذكور وعلق عليها بأنها أقوى صورة ممكن تشوفها اليوم. وبالطبع هذه السخرية هي نتيجة لرفض محمد صالح الانتقال إلى الدوري السعودي رغم العرض الكبير الذي قدمه له اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي. شهدت صفحات وسائل الإعلام المصرية صدمة عميقة بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منتخب مصر في المباراة ضد تونس، حيث لم تكن هذه النتيجة متوقعة على الإطلاق، وقد أثرت بشكل كبير على المشجعين والجماهير الرياضية في مصر. وتناقلت وسائل الإعلام تفاصيل هذه المباراة بكل حزن واستغراب، وقاموا المحللين بتحليل الأسباب والأداء الذي أدى إلى هذه النتيجة الغير متوقعة. وفي هذا الخصوص صرح المحلل الفني رضا عبد العال معتبرا أن المنتخب التونسي فريق قوي جدا ويضم عديد اللاعبين المحترفين، وأن المدرب روي فيتوريا فشل فشلا ذريعا في هذا الاختبار، وأن فوزه بالمباريات السابقة كان ضد فرق ضعيفة ليست في حجم المنتخب التونسي. كما صرح أيضا حازم إمام بأن الخسارة ضد المنتخب التونسي مؤلمة جدا، ولكنها آتت في الوقت المناسب لكي يعرف المنتخب المصري حجمه الحقيقي للوقوف على الأخطاء وتصويبها قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأضاف قائلا: مباراة تونس كانت مباراة صعبة للغاية لأن كل اللاعبين جاءوا من فترة راحة، وهذه أول مباراة في الموسم أمام منتخب كبير، ولكننا بكل تأكيد سنتعلم منها. وفي تصريح حصري للمحلل الرياضي محمود أبو ذهب حمل المسؤولية الكاملة في الخسارة للمدرب روي فيتوريا، وقال إنه منتخب تونس كان ينجم يربح بفارق أكبر، لكن حكم المباراة منعنا من السيناريو هذا وتونس رأفت بحالنا. كيف الجماهير المصرية حملت المسؤولية متاع الخسارة هذه للاتحاد المصري واتهمتها بالخيانة والمحاباة لفريق الأهلي بسبب تسريح لاعب الأهلي من تربص المنتخب المصري والتحاقهم فريقهم لتحضير مباراة السوبر الإفريقي، في حين أن الجامعة التونسية لكرة القدم رفضت تسريح لاعب الأهلي علي معلول من أجل مصلحة المنتخب الوطني. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديد.